دلوقتي هنعمل معاكم الفول البلدي. هندمسه مع بعض. دلوقتي انا جبت الفول زي ما انتم شايفين كده، وظبطته وغسلته ونقيته كويس. وده تاني يوم لما نقعته. شوفوا نفش ازاي وحجمه كبر. لازم تنقعه قبلها بيوم علشان الغازات تطلع منه والسموم تطلع منه. لازم تنقعه قبلها بليل. انا نقعته بالليل قبل ما انام، والنهار تاني يوم الصبح قلت ايه اشطف المية بتاعته واغسله، لو في اي حاجه اطلعها. هو كان نضيف يعني. وازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم. وما تنسوش يا بنات تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا رب العالمين. انا عملت صراحه كذا وصفه للفول، ولا اسود مني ومش مظبوط مني. فانا قلت بقى ايه، في تكايه كده مش هتاخد برضو معاكي سوا كتير. هو اخد معايا ساعة ونص بس، يعني والله ساعة ونص، وكان دايب دوب كده. كان دايب دوب خالص يعني. وكان جميل جدا. بدل ما ياخد ساعتين، هي بس حاجة واحدة هتحطيها في المية هتخليه تحفة دايب دوب. وهيبص هيستوي بسرعة. ولو وصلت لحد هنا يا بنات، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات يا بقى يا حبايب قلبي. دلوقتي انا سبته يتصفى اهو. وايه، وهنشوف الخطوة التانية. دلوقتي انا اهو جبت جزراية وقشرها، وطماطماية وطماطماية وليمونة تقسميها بالنص. وهتحط بقى ايه، شوية عدس اصفر، كبشة كده، وكبشة فول مدشوش. فول المدشوش بيديله قوام تقيل ولون. انا بحطش بصراحة عليه كركم، يعني انت لو عايز تحط كركم حطي، انا ما بحطش اصلا عليه كركم خالص. فدلوقتي انا بص جبت لكم يعني يعني معاكم في الفيديو بتشوفوا الدنيا ماشية ازاي. وهتحطوا مع، بصي يعني كبشة وكبشة، يعني انا معايرتي انا حطيت بالكبشة كده. وهحطه على النار مع الفلفل. اسمه ايه؟ فلفل ايه؟ مع الفول. وهتحط له ميه من الحنفيه عادي. ولما يجي يغلي هتوطي عليه شمعة خالص وتغطيه. لازم تغطيه وتسيبي كده فتحة عشان لو فار منك يسود. دي انا برضو ما كنتش هعرفها بصراحة. فلما عرفت خلاص، عشان انا كنت بغطيه جامد وكان بيفور مني، فعرفت ان هو لو فار منك هيسود اهو. ده بعد ما سبته يتنقع. لما اتنقع بصراحة نفش وحجمه زاد. انا هنا كنت جايبه كيلو، عايزه تجيبي نص تجيبي نص، بس عشان انا بجيب كيلو بحطه في الفريزر. وبصراحه يعني الكيلو ما بيقعدش معايا بصراحه، بيخلص عشان احنا بنحب الفول بصراحه. وهنا الليمونه زي ما انتم شايفين بشيل منها البذر وبحطها. انت بقى عايزه تحطي كمون حطي، مش عايزه براحتك. كمون ممكن تحطي كمون معاه، بس انا ما بحطش يعني. عايز تحطي كركم حطي كركم عشان يدوله لون، بس انا ما بحطش بصراحه كركم. اهو العدس والفول المدشوش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تزعلوش بقى مني لو انا في كلام سقط مني، بس عشان انا والله بسجل وانا عايزه انام بصراحه. بس انا قلت اسجل الفيديو قبل ما انام. والعيال طبعا نايمين، انا الصوت هادي خالص كده، ما اعرفش اصور غير العيال نايمه بصراحه يعني. ودلوقتي يا بنات، يعني انا دلوقتي في حاجه عايزه اقولها. يعني لو في مثلا آه، حاجه تاني. يعني لو انا عملت طعميه، الطعميه دي بتحط يعني بتعطش في رمضان ولا ما تعطش؟ مش عارفه. صراحه يعني انا عايزه اعملها، بس متردده بصراحه. محدش ياكلها في البيت، بس احنا بنحبها. بس بقى في ساعه الصيام بقى كده هتعطش ولا لا؟ فمش عارفه. فدلوقتي يا بنات انا حطيت زي ما انتم شايفين الميه، حطيت ميه من الحنفيه خالص. وهوريها لكم لما تغلي. انا كترت بس فيها الميه. انا فعلا صح عايزه اقول لكم على حاجه. انا كنت بغلي ميه سخنه تاني عشان لو ميه قلت احط ميه سخنه. لكن انا بصراحه ما احتاجتش احط فيها ميه سخنه خالص. لا، ما احتاجتش فيها ان انا احط فيها ميه سخنه اصلا خالص. بصوا بقى المكون السحري: معلقه سكر صغيره. ده التكه بقى اللي انا عرفتها من حد موثوق قال لي عليها. هتحطي معلقه سكر صغيره
تحطي معلقة سكر صغيرة. ده هيخلي السوا بتاعه، يستوي بسرعة وما يقعدش كتير معاكي. بصي دي في اول غلوة. بصوا المية قلت ازاي، بصوا شايفين المية اهو زي ما انتوا شايفين اهو. بص ما شاء الله. انا بس وريتلكوا بعد ما استوى، بس لسه يعني انت هتسيبيه هيتقل اكتر من كده، انا بس وريتلكوا في الطبق عامل ازاي. والفولايه ده يبقى دوب. ده بعد ساعة ونص، والله العظيم بعد ساعة ونص كان استوى. بعد ساعة ونص بصوا الفولايه هوريكم، بصوا القشرة طالعة منها ازاي، ولونه فاتح وجميل ازاي. بصوا اهو، عشان بصوا القشرة بصوا طالعة منها خالص ازاي اهو. انا بقى لما سبته يبرد خالص تقل اكتر من كده، بس انا بس ايه بحاول اهرسه. بس ما بصراحة ما عرفتش ان هو سخن خالص، فانا قلت اوريهولكوا دلوقتي بص شكله ازاي. وما تنسوش يا بنت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.